تعالوا بقى اما نعمل مع بعض الكنافة البلدي وجمال الكنافة البلدي. هقول لكم على كل الحاجات اللي بتخليها تظبط معاكي وتبقى مقرمشة من بره وطرية من جوه. الكنافة البلدي بتختلف تماما عن الكنافة اللي هي العادية بتاع المحلات. وكنا عملنا مع بعض الكنافة الأصلية السادة بطريقة حلوة جدا وهتبقى مقرمشة وهتعجبك وطعم لا يعلى عليه. وعملنا كمان البسبوسة وهسيب لكم الروابط في الوصف. وتعالوا بقى نخش على الوصفة بتاعتنا. هنحط كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية من المية، وهنقلبهم بس كده ونقلب من النص، نحرك بس السكر، احنا مش بنقلب كتير. وتحاولي ما تخليش السكر يجي على حرف الكازرولة او الحاجة اللي انت بتسوي فيها. هنحطه بقى نرفعه على النار، وبعد 5 دقايق من الغليان هنيجي عصرين عليه نص ليمونة. هنعصر بقى نص الليمونة ونسيبه 5 دقايق كمان، وبعد ال5 دقايق هيكون استوى معانا. وهعرفك برضو ازاي يكون استوى. دلوقتي كده خلاص استوى معايا. عرفت ازاي؟ بمسك بالمعلقة كده واخد شوية وامسك احط صباعي واعمل كده اشوفه بيلزق ولا لا. بيلزق معايا قوي كده، خلاص استوى معايا. الكنافة انا مش عايزة شربات تقيل، انا عايزاه شربات متوسط علشان الكنافة تبقى مستوية معايا من النص وتبقى مظبوطة. الكنافة البلدي طبعا انا كنت جايباها قبلها من يوم. فزي ما انتوا شايفين كده هفضل بقى افتحها كده بالراحة واحطها. طبعا هي لو طازة في ساعتها بتتفتح معايا بسهولة وبتبقى حلوة جدا لو طازة. حطيت في الصينية نص كوباية سمنة، وببدأ كده بقى فردت الكنافة بتاعتي وحطيتها، وهحط النص التاني. افضل اوزع، لازم تتشبع كلها بالسمنة. ما تقلقيش الزيادة هنصفيه بعد كده. وابدأ بقى احط النص التاني كده واوزعها كويس بحيث تبقى كلها مقاس واحد من جميع الجوانب. في الوقت ده انا ببقى مسخنه الفرن جدا جدا جدا. قبل ما ببدأ في الوصفة بسخن معايا الفرن. طبعا هي خدت معايا كوباية ونص من السمنة، هي هتاخد معاكي كوباية بس. بعد كده بنحطها بقى، بنوزع السمنة كويس زي ما قلنا لحد ما تتشبع كلها. وطبعا وانا بحطها كده لو في حتة ناشفة مني كنت بحوشها لان كانت مهوية من الجنب كده شوية. وحطيتها بقى في الفرن على الرف اللي في النص. واول ما خدت لون كده من فوق انا كده مولعة من تحت بس. تمام، صفيت السمنة الزيادة. وما تقلقيش هي بتحب السمنة، فانتي ممكن تحطي بس كوباية واحدة لان انا اللي انا صفيته ده كان نص كوباية. وبعد كده حطيتها بقى في الفرن تاني من فوق ومن تحت، ولحد ما خدت اللون الجميل ده. نزلت عليها بالشربات. اول ما طلعت من الفرن الشربات بارد، هي سخنة. واوزع الشربات كده في كل مكان عشان تتشرب كلها. طبعا زي ما انتوا شايفين ما خدتش الشربات كله. الكمية دي كانت نص كيلو. الشربات ده يعمل صينية كيلو، او يعني هي خدت نص الشربات يعتبر. غطيناها بقى على طول لحد ما طريت معانا شوية. وبعد كده قسمناها. شوفوا بقى الجمال، انا هوريكم دلوقتي من فوق مقرمشة ومن تحت مقرمشة ومن النص طرية. طعمها مختلف تماما زي ما قلت لكم عن الكنافة العادية. هتعملوها ان شاء الله وهتعجبكم. اللي خايف يعملها او يجربها يشوف الفيديو بطريقة سهلة ما فيهاش اي افتكاسات او اي حاجة غريبة من اللي احنا بنشوفها اليومين دول. زي ما بنقول كده على الاصل دور، وهتعجبكم جدا. وهسيب لكم في الوصف رابط فيديو الكنافة اللي احنا عملناه مع بعض، الكنافة العادية بطريقة حلوة جدا الاقتصادية بطريقة سهلة بتاعت أجدادنا وأمهاتنا. وهسيب لكم طريقة البسبوسة بتاعت المحلات اللي مكسرة الدنيا، ناجحة إن شاء الله من أول مرة معاكي، وعمرها ما باظت ولا خيبت معايا بالمقادير اللي موجودة. أشوفكم بقى في فيديو جديد، وأتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.